الفيديو اللي انتوا هتشوفوه ده شفته امبارح والله، والفيديوهات اللي الواحد شايفها كلها انا شخصيا حاسس ان في كابوس، والله العظيم حاسس ان في كابوس، في حاجة غلط، في حاجة غلط. اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين وفي في قطاع غزة مش من دلوقت. واحنا المسلمين واحنا بيحكوا فينا وبيسووا لنا شيء، واحنا العرب يا شباب يا عرب اطلعوا يا عرب. انا احنا المسؤول في الرئيس يطلع بدي عرب وانا العرب دول اللي وانا العرب حسبي الله ونعم الوكيل على العرب المتحدة. حسبي الله اخت شهيد ومدريش حاجة وانا العرب وانا العرب. كل فترة كده الكيان الصهيوني يضرب قطاع غزة بالطريقة البشعة والمجزرة البشعة اللي بنشوفها دي، ما ترضيش اي حد، ما ترضيش دول المسلمين، ما ترضيش ايا كان هو، حتى لو يهودي ما ترضيهوش. بس ليه دولة فلسطين بيحصل فيها كده؟ بس الفيديو ده خلاني ان احنا يعتبر مش موجودين. حاجة بس بسيطة زي يعني بتمثل الفيديو ده ان اخويا جنبي، وناس جاية تموت فيه وتموت في اهله، وانا اقول له هبعت لك اكل وشرب، وانا قاعد هبعت لك اكل وشرب. لا، مفيش حاجة، الاكل والشرب مش هينفعوه. اكل والشرب هينفعوه هو بيموت؟ ما هو اوريدي اصلا بيموت، يعني هو اصلا بيموت. اكل وشرب ايه؟ دول العرب اكل وشرب؟ هو مش عايز اكل وشرب، هو يجوع وتنقذه من اللي هو فيه. الاكل والشرب مش هينفعه، هو اصلا بيموت. الاكل والشرب فين بقى اللي هينفعه؟ الاكل والشرب اللي انت اصلا مش عارف توديهوله. اكل وشرب ايه اللي الدول العربية كلها بتبص له؟ الدول العربية كلها عايزة تساهم باكل وشرب. ليه لحد دلوقتي؟ سؤال، ليه لحد دلوقتي الدول العربية ما اتدخلتش؟ ليه لحد دلوقتي الدول العربية مش قادرة ان هي تقف؟ والله العظيم الدول العربية لو وقفت لتقف قصاد اوروبا كلها، مش اسرائيل بس للأسف مفيش حد عايز ياخد القرار ده. للأسف لحد دلوقتي محدش عايز ياخد القرار ده. وربنا يرحم شهداء فلسطين يا رب، ويجعلهم في الجنة، ويصبر الناس دي بجد. الناس دي فعلا مفيش حياة. الناس دي يعني بيعدوا اليوم كده ان هو ما يجيش لهم قصف من الكيان الصهيوني. ربنا يصبرهم على الايام اللي جايه.